اخيرا الاهلي بيرجع لنا تاني بعد غياب تقريبا 55 يوم ولا حاجه. الاهلي النهارده بيكسب يانج افريكانز 2-0 في دوري ابطال افريقيا وبتصدر المجموعه. ممكن تتكلم عن الشوط الاولاني. هو الشوط الاولاني كان سيء جدا من الاهلي، غير الشوط الثاني كان في كوره وبتاع، كان شكل الفريق مقبول نوعا ما. لكن هنيجي نبدا من الشوط الاول. اول ربع ساعه مفيش خطوره للاهلي تماما. كور غلط كتير من اللعيبه بتتقطع في اغلب الاحيان. في فرصتين او ثلاثه ليانج افريكانز في الشوط الاول كان ممكن اي فرصه منهم تيجي جون. في اول ربع ساعه عندك في الدقيقه الثامنه تقريبا كان في فرصه اللي هي خبطت في رجل ياسين مرعي او ياسر ابراهيم وغيرت اتجاهها وراحت لشوبير، لكن يشيلها ويتعامل معاها كويس. وبيجي بعدها تقريبا تاني كوره في الدقيقه 15 بيقسموا على لعيبه الاهلي، وصلوا انفراد لشوبير برضو بيتالق فيه وبيشيله بشكل كويس. وبعدها ممكن بعدها ب 10 دقائق او ربع ساعه جالهم فرصه تانية من ضرب احمد نبيل كوكا في ظهره من ناحيه الشمال، دخل لعب قطم ولعب برجله الشمال، لكن الكره بتعدي برضو ايه من فوق العارضه. بس اللي عجبني في شوبير ان هو كان ايه رايح معاها برضو حتى لو هي كانتش داخله على الجون. الشوط الاولاني هو شوط وحش من الاهلي، اللعيبه مش باينه، الحل الفردي مش موجود، يعني الجماعيه مش موجوده والحل الفردي مش موجود. بتوصل ناحيه ال 18 ما بتخلقش خطوره، يعني الكوره عرضيه بتتقطع من اول اللعيبه من بره من خط الدفاع. تلعب كور عاليه كمان بتتاخد من اللعيبه قدام. مفيش بس غير كره واحده فلتت في الدقيقه 39 اللي وصلت لمروان عثمان بيلعبها بينيه لتريزيجيه، بتروح انفراد لكن الحارس بيطلع عليها وبيشيلها وبيتعامل معاها بشكل كويس. وفي اخر دقيقه في الشوط الاولاني كوره من هاني بيلعبها لزيزو، بعد كده زيزو بيرجعها تاني لهاني، يقف على الكوره ويستنى شويه بعد كده يلعب العرضيه توصل. ممكن تبقى صعبه شويه لكن تريزيجيه بيروح لها وبيحطها بيسجل منها هدف التقدم للاهلي. وبينتهي الشوط الاولاني بتقدم الاهلي 1-0. لكن هو شوط وحش، فيه شكل هجومي للاهلي في الشوط الاولاني كان غير في الكره اللي في الاخر دي. ومحمد هاني بدا يظبط عرضياته عن الاول ودي حاجه كويسه. بقى على الشوط الثاني اللي هو مثلا من بعد الدقيقه 50 الفرقه بدات تبان. امام واخد حريه اكبر بسبب انت جايب جون، فالفريق اللي قدامك فتح خطوطه شويه بيحاول يدور على هدف التعادل والكلام ده. تكمل 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 لغايه ما نزل جردشار وطلع مروان عثمان، فرصه في الثانيه في الثالثه كوره بتوصل من مقطوعه من ديانج بيسلمها جردشار بيلعب لزيزو ناحيه اليمين بيردها لامام. امام بيغمزها بوش رجله الخارجي برجله الشمال لتريزيجيه، تريزيجيه يقف عليها ويتقل ويقطم لجوه ويحط بطن رجله في البعيده وبيسجل منها الهدف الثاني للاهلي. بعدها في كور خطيره جت ليانج افريكانز، واحده برضو تاني ضرب احمد نبيل كوكا في ظهره بس بيتصدى لها ويتالق فيها مصطفى شوبير. غير كمان كور العرضيه اللي كان بيطلع عليها مصطفى شوبير النهارده دي، الكور دي لو كانت عدت كانت هتسجل خطوره كبيره مرمى الاهلي وبنسبه كبيره كان ممكن يجيبوا جونين اصلا، يعني حتى في فرص خطيره. خط الدفاع لسه فيه عيوب، لسه هنشوف عمرو الجزار لما يلعب ونشوف يوسف بالعمري برضه لما يلعب ناحيه الشمال. انت محتاج كمان قلب دفاع، يعني انت مثلا بتتكلم في عمرو الجزار وياسين مرعي وياسر ابراهيم، فانت محتاج معاهم واحد او اتنين كمان، وبالذات محتاج لعيبه اجنبي في الحته دي كواليتي محمد عبد المنعم كده. عندك ناحيه اليمين هاني شغال كويس نوعا ما، بعد كده هتشوف احمد عيد برضه لما ياخد وقت اطول من كده. كان نفسي ابراهيم الاسيوطي هو اللي يكمل ياخد الوقت اللي هياخده احمد عيد، لكن ده تفكير الاداره للاسف. يعني في فرصه كمان لجردشار انفراد بيحطها بوش رجله الخارجي، ممكن يتعامل معاه بشكل احسن من كده بس هو حطها حلو، بس ممكن نقول سوء توفيق فالكره تعدي مثلا بسنتي او 2 سنتي من القائم اليمين. بعدها كان ممكن تريزيجيه برضو يسجل هاتريك في كره وصلت لجردشار من ناحيه اليمين بيلعب عرضيه، تريزيجيه بيشوطها اللي كان بيشيلها خط الدفاع وبيحرم تريزيجيه من الهاتريك. بعد كده بيخرج بقى تريزيجيه وبيخرج امام عاشور بعد ما سجلوا الهدف الثاني، وبينزل بالرمضان وطاهر. مش عارف تنزل طاهر ليه وعندك بن شرقي برضو، يعني بيعتمد على طاهر بشكل غريب، بس المفروض انت عندك بن شرقي، المفروض بن شرقي اللي يلعب. رمضان برضو لسه مش بالرمضان، يعني مش ده اللي احنا كنا بنشوفه في الهايلايتس ولا اللي لعب ماتش بورتو حتى او ماتش انتر ميامي كان كويس برضو. يعني المفروض انا معايا نسخه من امام عاشور، يعني معايا الاثنين المفروض العب بالاثنين بقى ونشوف كوره احلى من كده. ما كان ليه تسديده في الاخر بيتألق فيها الحارس بتاع يانج افريكان في اخر 5 دقايق كده، بينزل حسين الشحات واحمد عيد وبيطلع هاني وبيطلع تريزيجيه. في التبديله الاولى قلت طلع تريزيجيه، انا كان قصدي زيزو اللي طلع مع امام مش تريزيجيه. بس يعني الماتش ما فيهوش برضو الشغل الفني الكبير اللي انت تتكلم عليه او الشكل الجمالي للفريق. ممكن الشوط الثاني احسن من الشوط الاولاني بالنسبه للشوط الاولاني، مش بالنسبه في المطلق للاداء الاهلي او الاداء اللي انت مستنيه من الفرقه. انت مستني اداء احلى من كده، مستني فرص تبقى شكلها احلى من كده على المرمى. خط دفاعك بيبقى بيقفل
خطوره الفريق اللي قدامه بشكل اكبر. لكن كان في اخطاء كمنظومه. برضه مثلا واحد زي ديانج عنده اخطاء في طلوع بالكوره. الثنائيات اللي كان بيكسبها خسر اغلبها النهارده. زياداته اللي كان بياخدها لما كان بيجري بالكوره وبيعمل زياده لقدام مش موجوده. لكن المهم بيخلص ماتش الاهلي بالفوز 2-0 وبتصدر المجموعه بسبع نقط. 7 نقط. بعد كده تلعب ماتش وادي دجله بقى في الدوري يوم الثلاث. بعد كده عندك يوم الجمعه الجايه ماتش يانج افريكانز في ملعبه. تكسب الماتش الجاي انت ضمنت الصداره بشكل كبير. لازم تكسب برضو ماتش الدوري عشان ترجع لصداره الدوري. مش على تقييم اللعيبه. حراس المرمى شوبير كل كور اللي جات له النهارده اتعامل معاها بشكل كويس. بيطلع بكور من تحت بشكل كويس. 8 من 10 مصطفى شوبير. ياسر وياسين ما اختلفوش كتير عن بعض النهارده. اداء متوسط او ممكن فوق متوسط بحته بسيطه. فممكن نقول ياسر هديله 5 وياسين 6 عشان حته الطلوع بالكوره احسن من ياسر ابراهيم مش اكتر يعني. وعندك ناحيه اليمين محمد هاني قدم مباراه كبيره. عمل اسيست وكان ليه تسديده. وممكن نقول امام عاشور اسمه ده محمد هاني النهارده ممكن ياخد 8 من 10 على بدأ يتطور وشكله بقى احسن في الملعب. حته الدفاعيه فيها شويه قصور كده بس ممكن تتعالج يعني قدام. ناحيه الشمال كان عندك كوكا النهارده مش احسن شكل الكوكا يعني دفاعيا وهجوميا. ما فيش اي خطوره عملها او اي انطلاقه او اي زياده عملها تفتكرها له في طول 90 دقيقه. دفاعيا في كورتين اتضرب فيهم يعني ممكن نقول مثلا 2 من 10 في شال كوره او كورتين يتعامل معاهم بشكل كويس نوعا ما. وكان ساعات بيخش القلب يضم مكان ديانج لما كان بيزيد او امام. عندك النهارده مروان عطيه كل اللعيبه بتسند عليه. اللي بيتزنق في الكوره بيرجع لمروان عشان يطلعك بالكوره. هو كان اكبر حل عندك او اهم حل عندك في خروج بالكوره من ورا لقدام. ممكن برضو مروان عطيه النهارده ياخد اداء كويس نوعا ما. كان ليه تسديده بس اتعمل لها بلوك ممكن 7 من 10. خش جنبه النهارده كان بيلعب جنب مروان اليو ديانج. اداؤه النهارده قليل جدا زي ما قلت لك. بيخسر كور كتير. التحامات الثنائيه ما كانش بينجح فيها بشكل كبير. الجون الثاني جه من قطع من ديانج بس ده الطبيعي. ده الديفندر اللي بيلعب في الناحيه دي. فكوره واحده من مثلا من 15 او 20 كوره جت عليه نجح فيها. ممكن نقول ديانج النهارده برده 2 من 10 او 3 من 10 ممكن يعني ما كانش اسوأ حاجه وكانش احسن حاجه. ناحيه اليمين زيزو ما بانش بشكل كبير غير مثلا في الجون الثاني بتاع تريزيجيه هو اللي ده لامام. كان بيحاول يعمل فينتات بتاعه يروح يشوط والكلام ده ما بس ايه ما الدنيا كانتش مظبوطه مع زيزو النهارده. فممكن نقول برده 4 من 10. نروح لامام عاشور النجم المباراه 10 على 10. كور بيطلعها بيمينه من هنا بيشمله من هنا. كان ناقص بس يسجل النهارده يعني. هو عمل اسيست لتريزيجيه. كان ناقصه بس النهارده ان هو يسجل هدف يتوج مجهوده ده بقى. بس مش مشكله ان شاء الله الماتش الجاي يسجل. عندك على الشمال تريزيجيه ماتش متوسط من تريزيجيه قدر يخطف فيه جونين وبتاع. وقت الفرقه بتبقى واقعه ما بلاقيش تريزيجيه بيسند الفرقه بشكل كبير بس لما بتخلق له فرصه بيقدر يسجل وبيثبت لك ان هو من احسن الاجنحه في الدوري. عندك ان هي بتخلص على الجون يعني عشان في عندنا في الفريق اصلا اجنحه ما بتخلصش على الجون زي طاهر وحسين بشكل كبير او عبد القادر او حتى محمد عبد الله. لو شفت ماتش سيراميكا مع الاتحاد ضيع كورتين سهلين. برضه تسجيل النهارده ياخد 7 من 10. مروان عثمان بيلعب اول ماتش ليه مع الاهلي اساسي في ماتش في دوري الابطال افريقيا قدام الجماهير دي كلها. مبشر بيضغط على كل كوره بيحاول يثبت نفسه. ممكن مروان ياخد النهارده 6 من 10 كبدايه. ان شاء الله الماتشات الجايه ياخد وقت اطول يثبت نفسه يجيب جون ويصنع والكلام ده. نزل جراديشار ضيع كوره سهله لكن مش عشان ضيع كرة سهلة. هو كان بيخرج فرقة من ورا لقدام يعني. كان بينزل يستلم ويطلع مثلا طاهر لما نزل بعد زيزو. وهو كمان ساهم في الجون الثاني. كان ودى كرة لتريزيجيه اتعمل لها بلوك كان ممكن يسجل منها هاتريك. ممكن تقول برضو متوسط النهارده ياخد 4 من 10. جراديشار كان شكله وحش قوي يعني ولا كان احسن حاجة. نزل طاهر ما فيش 0 صراحة. ونزل حسين الشحات لا تقييم على الوقت القليل اللي لعبه هو واحمد عيد. ونزل محمد علي بن رمضان مع طاهر برضو. صراحه مبقاش عاجبني. ممكن ياخد 1 من 10 على الكره اللي شاطها في الاخر دي. وبس كده الاهلي بيخلص المباراه فوز 2-0. عندك ماتش وادي دجله ان شاء الله يوم الثلاث. بس الاهلي اتصدر. وفي الاخر كده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشير على قد ما تقدر وتصلي على النبي وتدعي لاخواتك في السودان وفي فلسطين ومسلمين في كل مكان. وسلام عليكم.